السلام عليكم، مرحبا بكم أخواتي في القناة. صحة فطوركم، رمضان كريم وكل عام وانتم بألف خير يا رب. اليوم جيت معكم فيديو آخر للمبتدئات. فيديو بسيط وسامبل. نعتقد أنه كل مبتدئة في الخياطة جربت هذا الموديل لأنه سهل وبسيط، يعني كبداية نبدأ نتعلم فيه. أنا صراحة عجبني هذا الموديل، سهل وبسيط، ما فيش قياسات كثيرة، فيعني كمبتدئة يساعدني إني نجرب ونمشي يدي فيه لغاية ما يعني نحكموا القياسات تاوعنا مليح ونعودوا نعرفوا شوية الخياطة. كما راكم تشوفوا البنات، عندي هذا القالون، عندي قماش لافيبران في اللون الأسود. والقالون هذا راح نستخدمه في هذا الموديل، ونحتاج لوازم الخياطة طبعا لتنفيذ هذا الموديل. بالنسبة للقياسات البنات راح تكون مقاسات صغيرة من 8 حتى 9 سنوات. هنا فقط حبيت نوري لكم هذه الخطوة. هنا لازم نقص هكذا ونحرق باش ما يبقاش يتحللكم. احرقوا هكذا بالبريكي باش ما يتحللكمش. قالون سامبل وهايل البنات، كما تشوفوا فيه الورود، راح يعطي جمالية للون الأسود. هنا البنات عندي متر فقط، اشتريت متر نتاع قماش كما راكم تشوفوا، وراح نطويه من جهة يعني الطول تاعو راح يكون متر، والعرض نتاعو على متر ونصف. راح نطوي القماش نتاعي على 4 جيدا. هنا راني كنت ايضا شمختو البنات مليح كما راكم تشوفوا. فراح ندير البنات الطول راح نديرو متر، والعرض نتاعو اللي هو متر ونصف راح نديرو في العرض كما راكم تشوفوا. الطول متر والعرض طويته على 4، يعني المتر ونصف طويناها على 4، وخليت الطول اللي هو متر كما راكم تشوفوا. نبدأ نحط القياسات التاوعي، راح نعطيكم الآن القياسات. راح ندير تقريبا 26 سنتيمتر، لأنه هذه القندورة راح تكون الأكمام منها فيها فيجو نازلين. بالنسبة للرقبة راح ندير 6 سنتيمتر، ونحط هكا خط بالطباشير. راح ننزل 3 سنتيمتر لرقبة الخلف ونرسم هذا المستطيل. بالنسبة لرقبة الأمام كما تحبوا تنزلوا. أنا مش راح ننزل كثيرا، راح ندير تقريبا 9 سنتيمتر أو 10 سنتيمتر، ونرسم كذلك هذا المستطيل أو المربع، ونرسم الأقواس هكذا على شكل دائري حتى تحصلوا على رقبة دائرية. بالنسبة للنقطة هذه نتاع اللي نزلناها في الكتف، راح ننزل 2 سنتيمتر حتى ندير الميلان ونربط بين الرقبة والنقطة هذيك بهذا الشكل. الآن راح ننزل بارتفاع الصدر، واللي راح يكون تقريبا 16 سنتيمتر. هذا الموديل يفضل انه يكون واسع، يعني ما يجيش ضيق. من النقطة هذه راح ننزل لفتحة الذراع وراح نديرها 14 سنتيمتر، ونرسم هذا الخط اللي راح تكون فتحة الذراع. الآن نروح لنقطة ارتفاع الصدر، وراح نديرو محيط دوران الصدر تقريبا 24 سنتيمتر. نفس الطريقة البنات ديروها في القياسات نتاعكم كبار ولا صغار. بعدها هنا نرسم هذه التقويسة هكذا خفيفة فقط، تقويسة بسيطة، ومن هذيك النقطة راح ننزلوا للطول اللي حابينه، نقيسوا الطول اللي حابينه، حابينها قصيرة طويلة، نتوما شوفوا القياس اللي حابينه. انا لهنا درت البنات 86 سنتيمتر كما راكم تشوفوا. نزلت 86 سنتيمتر وعملت خط،
وهنا ارتفعت 3 سنتيمتر ودرت هذيك الانحناء اللي ما تخليش يعني القندورة تجي مجونحة. قبل ما نقصوا البنات هنا عينت منتصف الرقبة الأمامية وراح ننزل تقريبا ب14 سنتيمتر في هذا المكان، وراح نحط القالون تاعي. فحددته هكذا بالطباشير باش نعرف المكان بالضبط ونرسم هذا الخط. هذا مكان البنات بالنسبة للتفصيل، ان شاء الله نكون ماشي غلطة. كما قلت لكم راني غير مبتدئة، واي حاجة راني نشوفها راني نجربها ونوريها لكم، وراح تشوفوا نتيجتها في اخر الفيديو. جات هايلة البنات، وان شاء الله هنزيد نجربها في المقاس الكبير وتشوفوها كيفاش تجي روعة روعة. يعني قندورة صيفية بسيطة. أنا قصيت رقبة الخلف أولا ومن بعدها راح نروح نقص الكتف، والكتف اللي هنا راهو جزء الكتف وجزء الذراع، يعني راح يجوا نازلين. نتوما شوفوا يعني شحال حابين الأكمام يجوا نازلين على الذراعين. نجو الآن لهذه فتحة الذراع وكذلك نفس الشيء راح نفتحها هكذا، ومن بعد نروحوا للتقويسة ونقصوها. تبعوا فقط يعني التراساج اللي درناه، ومن بعد ننزل لغاية الأسفل للطول اللي حددناه. هنا كما راكم تشوفوا راح ننزل ديريكتلي للأسفل. البنات نتمنى دعمكم للقناة، اقترحوا علي أعمال بسيطة للمبتدئات نجربها معكم. يعني اعطوني رايكم في التعليقات، واللي مش مشتركة في القناة نتمنى انها تكون من المشتركات وتدعمني بجيم وتعليق محفز. هنا راني نقص البنات غير في الجزء السفلي يعني في الطول. عادة هذو اللي روب اللي يجوا بهذه الطريقة يكونوا قصار، ما يكونوش يعني طوال، واللي تحبها طويلة طبعا ديرها طويلة. انا بما انها لي بنت صغيرة ففضلت انها تكون يعني ما تكونش طويلة باش تكون سهلة في الحركة. هذه هي البنات كامل التفاصيل. وش بقى لنا فقط الان راح نفصل الجزء الخلفي على الجزء الامامي، ونعاود نفصل رقبة الامام. البنات اذا كنتوا حابين نديرها ندير لكم فيديو يعني على المقاس الكبير، خلوا لي في التعليقات ونحط لكم القياسات اذا كنتم مهتمين يعني بالطريقة في المقاس الكبير. هنا نقص رقبة الامام حتجي دائرية. وهنا البنات راح ندير التبطين للرقبة الأمامية. أما بالنسبة لرقبة الخلف فراح ندير لها فقط كفة صغيرة، وفي الأمام راح ندير التبطين. راح نجيب قطعة من القماش المتبقي كما راكم تشوفوا، نطويها على 2 هكذا، ونحط عليها الرقبة الأمامية. شوفوا الجهة المغلقة على الجهة المغلقة هكذا، ونحاول هكذا نريقلها مليح باش يجي التبطين صحيح. نحطها هكذا بهذه الطريقة، الجهة المغلقة على الجهة المغلقة، ونجيب الطباشير ونرسم شكل الرقبة بكل بساطة هكذا. شوفوا تأكدوا فقط انها الكتف يعني يكون صحيح. نجيب الآن الطباشير ونرسم هذا الشكل، شكل الرقبة، ونجيب شريط القياس الآن وراح نشوف هنا عندي 5 سنتيمتر، فأيضا هنا في الكتف راح ندير 5 سنتيمتر وندير هكذا خط ونرسم قوس 5 سنتيمتر هكذا على بشكل دائري. هنا تقدروا كذلك تعينوا 5 سنتيمتر وترسموا هذا القوس. وهنا لازم ندير الكتف هكذا يجي مايل شوية،
ونكمل هذا القوس هكذا. تقدروا تزيدوا 10 سنتيمتر 8 سنتيمتر كما تحبوا، ومن بعد نقص الرقبة بهذه الطريقة. وهذا هو التبطين. نفس الطريقة إذا حبيتوا ديروها بالنسبة لرقبة الخلف، لكن أنا حبيت يعني نديرها سامبل فقط، كفة فقط وخلاص. حتى رقبة الأمام تقدروا ديروا لها فقط كفة، يعني مش شرط ديروا التبطين. هذا هو البنات، تحصلت على هذا التبطين، وهذا ما كان البنات في التفصيل. شفتوا كيفاش سهلة بسيطة جدا. وبالنسبة للقالون راح من بعد كي نخيط مش راح نقص الآن، راح نخليه لاحقا بعد ما نركبه ونقص. هذا هو كامل الأجزاء، ونروح الآن لماكينة الخياطة ونخيطه. إذا أول حاجة راح نديرها البنات وهي راح ندير الزيكزاك اللي التبطيل لرقبة الأمام. كما راكم تشوفوا راح ندير أول حاجة زيكزاك باش تكون لا فينيسيون مليحة. شوفوا راح ندير هكذا طية ومن بعد ندير الزيكزاك باش يجي شباب ومليح. راح تشوفوا لاحقا كيفاش يجي شكله. شوفوا البنات كيفاش يجي، يعني يجي عمل نقي نظيف. فالزيكزاك ولا سورفيلاج ضروري في الخياطة. الآن راح نجيب رقبة الخلف، وكما قلت لكم راح ندير لها فقط كفة، مش راح ندير لها تبطين. ندير فقط كفة هكذا صغيرة ونخيطها. المهم البنات التصوير شوية كان صعب بالنسبة لي، فراح نحاول نعطيكم الخطوات وانتم تتبعوهم، يعني حتى وما بانت لكمش في الفيديو انتم ديروا نفس الخطوات هذو. هذه هي الكفة نتاع رقبة الخلف. الآن نجو البنات للأمام ونجيب القالون وراح نحطه هكذا، راح نطلعه شوية على الرقبة بنصف سنتيمتر فقط، ونتبع هذاك الخط اللي درناه. شفتوا كي رسمنا هذاك الخط راح يسهل علينا. تقدروا كذلك البنات ديروا لافيزلين باش تثبتوها مليح وما يتحرك لكمش. ولهنا بعد ما توصلوا للطول اللي حابينه راح نطويه هكذا على شكل مثلث في الأسفل باش نقلبه كما راكم تشوفوا. والإبرة راهي هابطة البنات وطلعت البيد باش نتحكم بالقماش. هنا شوفوا راح نكمل ننزل هذاك المثلث، نعاود كذلك ندور نهبط الإبرة ونطلع البيد بيش، ومن بعد ندور القماش هكذا باش نشتغل في الجهة الأخرى. هذه أول مرة البنات نركب قالون بلا لافيزلين. كنت في البداية دائما ندير لافيزلين باش تسهل عليا. المرة هذه حبيت نجرب بدون لافيزلين. نعاود نطلع البنات هكذا ونخيط على نفس هذاك الخط اللي حددناه في البداية. هذا مكان البنات هكذا نبقى نخيط، وهنا الزائد هذا نتاع القالون راح نقصه. شوفوا نوريكم الشكل كيفاش جاء روعة. مازال نزيد نخيط في هذو الجوانب اللي مازال مفتوحين. هنا راني خيطتهم كما راكم تشوفوا. نجيب الآن التبطين وراح نخيط التبطين، راح نحط الوجه على الوجه ونبدأ نخيط خياطة عادية على بعد نصف سنتيمتر أو 1 سنتيمتر. هكذا أنا حبيت ندير التبطين في رقبة الأمام البنات لأنه حسيت أنه راح يعطيني لا فينيسيون تكون أفضل، بما أنه كاين هذا القالون فلما نقلب بالتبطين راح يجي شكله أجمل. وزيدوا نديروا الخياطة التجميلية راح تكون أفضل شكلا، يعني كما راكم تشوفوا. والآن واش راح ندير؟ راح نكرونتي هذو الأطراف هكذا على هذو المسافة اللي خليناها، ومن بعد نقلب التبطين تاعي للداخل ونعاود نخيط على بعد 0.5 سنتيمتر خياطة
تزيين فقط لرقبة الأمام هكذا. والتبطيل اللي يبقى لي زايد راح نقصه، لانه هذا القماش شويه يتكسل، فممكن راح يزيد معايا في النهايه. هذا مكان البنات، شوفوا كملنا رقبه الامام. واش بقى لنا البنات؟ بقى لنا فقط انه نخيطوا الكتف مع الكتف. هنا راني خيط الكتف مع الكتف ودرت كذلك الزيكزاك باش نتحصل على فينيسيون تكون مليحه. وهنا عندي فتحة الذراعين كذلك راح ندير لها كفة. وهذه هي القندورة البنات، شوفوا هاني درت كفة هنا في فتحة الذراع، وهذا الكتف مع الكتف، وهذه الرقبة راهي كملناها كما راكم تشوفوا. شو بقى لنا فقط انه نغلقوا الجوانب. بالنسبه لغلق الجوانب البنات واش راح ندير طريقه الخياطه الانجليزيه. كنت شفت عده اخوات يحكوا عليها، شفت كذلك عده فيديوهات، قلت هذه المره راح نجربها باش شويه نقصوا على الزيغزاغ، يعني ما بقاش ندير غير في الزيغزاغ. فقلت لما لا نجربها هذه المره. الخياطه الانجليزيه وش هي البنات؟ هي انك تخيطي هنا كما راكم تشوفوا راني خيط على بعد نصف سنتيمتر في وجه القماش، يعني هذه الجهة راهي وجه القماش، يعني من الأمام راني نخيط على بعد 0.5 سنتيمتر ماشي داخل، هذا راهو وجه القماش. نعاودها البنات، نخيط على بعد 0.5 سنتيمتر في وجه القماش هكذا، نكمل حتى الأخير بنفس الطريقة هكذا حتى النهاية. بعد ما نكمل البنات كما راكم تشوفوا راح نقلب العمل على ظهر القماش ونزيد خياطة على بعد واحد سنتيمتر كما راكم تشوفوا. اذا هذا ظهر القماش، يعني في البداية نخيطوا على الوجه ومن بعد نخيطوا على ظهر القماش. نتمنى البنات انكم تتعمقوا في هذه الطريقة اكثر في فيديوهات يعني خاصة في اليوتيوب عليها. ان شاء الله نعاود يعني نديرها فيديو هكذا مصغر باش نفهمكم فيها مليح. راح تخلي لا فينيسيون في الداخل والخارج تكون نظيفه بدون يعني الزيكزاك. يعني هنا اللي ما عندهاش سيرفيلاج ولا تقدر تعتمد هذه الطريقه. هنا البنات راني في الاسفل راح ندير كفه ونكمل القندوره نتاعي. هذا مكان راح ندير فقط كفه بسيطه في الاسفل، وراح نرجع لكم ونشوفوا الشكل النهائي. اذا البنات هذا هو شكل الموديل، سامبل بسيط يصلح حتى كمشروع يعني للمبتدئات في الخياطة. متر قماش، شوفوا دار لي هذه الربة الرائعة. فقط كمية قليلة من القالون تقدروا تخيطوها. ان شاء الله يعجبكم الفيديو، وان شاء الله اي حاجة راح نخدمها ولا نجربها اكيد راح نشاركها معكم. وهنا البنات صورت لكم القندورة، عملتها مقاس كبير تقريبا تلبس ستوندار يعني اكس ال والال، مقاسات يعني ستوندار. وهنا درت لها هذه الشرشوبة جاتها ثاني ما شاء الله. درتها فقط بخيوط الحرير، كانت متوفرة عندي، درتها بخيط الحرير وراهي تتباع يعني تقدروا تشروها. نلتقي ان شاء الله في فيديو اخر، مع السلامة.